بتقولي ده سعد زغلول. هي اصلا انت علمي اصلا تعرفي ايه؟ محتاجة افهمكم ازاي وصلنا للمرحلة دي حنين صاحبتي. قررت انزل معاها اساعدها في الاسايمنت بتاعها في المتحف المصري الكبير في وسط البلد، ولكن قلبت معانا بفلوج، فكملوا ربنا معاكم. انا مبهوره بالمترجمين المصريين هنا وبالاكسنت بتاعتهم ما شاء الله. ابهروني. انا ما اعرفش ان في ناس بتعمل الحوارات دي. احنا هنروح نقول لحد دلوقتي do you want me to translate to you for 30 euro؟ لا بنتي هم مش For 30 بيترانسليت، euros. هم اكسبرت اصلا. يعني أيوة. تحسي ان هم عاملين يقولوا استخدموا شغلتهم. ايه. بالظبط. يلا يا جماعه نخش ساعه وفنان. عايزه انا انت بتشوفي بجد الفيديوهات اللي بيقعدوا يطلعوا اشعاعات على النيفرتيتي دي؟ واحده ميته يا جدعان، واحده ميته بتطلع عليها اشعاعات ليه؟ هي دي نيفرتيتي بجد؟ المفروض يعني شكلها نيفرتيتي يعني مينت ولا مينت؟ بجد. استني، مكتوب من الخشب للسيده حانوت نخوت. احنا بجد. بصوا يا جماعه، بصوا يا لهوي، الناس هنا اهو يعني ما توقعتش اقل من كده. ايميرالد، لونه ايميرالد. هما ليه كانوا بيعملوا كده؟ حركه الموميا دي دول غريبين قوي. هتقولي لي لا والله بيبين ان هي حركه ملوكي وكده والله. لما هو بيقف كده بيبين جسمه ووشه. والله في حاجه اسمها تويستد بوزيشن كده يعني. اوريك الPDF. مش عارفه احنا ليه مصريين ومش بنروح المتاحف والحاجات دي. يعني بنجرب مع بعض حاجات كتير قوي. احنا بنجرب اشياء عجيبه ما حدش بيخرج الخروجات دي، بس احنا بنخرجها عادي. او ماي جاد، الله حجر جميل. لوكس بريتي قوي بجد. هو دي زهرة اللوتس. فين دي اهي اللي في النص والبتاع والحاجات اللي حواليها دي لوتس. الشكل اللي تحت في الاخير ده واو. بصي الخواتم زمان كيوت. انا حاسه ان انا في حلقه في ميراكلز، ما تسالونيش ليه، ولابسه بينك. هما بيروحوا المتاحف يعملوا حاجات في المدرسه بتاعتهم، ف ربنا طفله جدا بس اتس اوكي يعني. بصوا يا جماعه، ده قارب ايه جنائزي يعني. شايفين ده ميت، هما واخدينه في المركب هيودوه فين ما اعرفش يعني. هم غالبا كانوا بيرموه في الميه فعلا. تصدقي هما كانوا بيقولوا ان هما بيرموا بجد لو مرة بيرموا اسمه ايه جريات باين في الميه، بس انا مش عارفه دي اشاره على ايه. بس هما كانوا اي حد بيرموه في الميه عامه في النيل يعني. الكينجز كانوا على طول فهم غالبا كانوا بيرموه في الميه عشان كده اسمه قارب جنائزي. ايه ده دول بقى؟ مش عارفه دول بيعملوا ايه بصراحه. هما بيشقوا عامه يعني كلهم شقيانين. دول اللي بنوا الاهرامات. لا ولا بنوا ايه؟ دول اللي بيعدوا. بص اهو اللي بيعدوا الحاجه للملك لما يموت. ده هو التابوت بتاعه والاكل اللي كانوا بيحطوه عشان يفتكروا لما هم يصحوا ياكلوا بقى. على اساس الاكل مش هيعرفوا. حاسه ان هم ما عندهمش فكره الجوع يعني ولا ايه؟ يا بنتي بصي موكب جنائزي برضه بس ده مختلف. ده في البحر، ده هنا كانت المقابر تزود بكل المتعة. احنا مش عارفين، احنا الكاميرا هنا سيئه بس مش عارفه احنا فين. احنا دخلنا حاجه، احنا عمالين ندخل اي حته حرفيا. ثاني بقى فراعنه ايه بس؟ ده محمد علي اكيد. بتقولي ده سعد زغلول. هي اصلا انت علمي اصلا تعرفي ايه؟ طربوش يعني محمد علي معروف. زغلول زي مصطفى كامل. ايه العلاقه يخرب بيت كده. بصوا الناس شايلين تابوت، مش عارفه هم ليه كانوا بيقدسوا الموت يعني. ايش ضمننا ان هو حقيقي؟ ليه ممكن يكون حد رسمه وحطه عادي ولا ايه؟ يا بنتي رسمه. ايوه، ما الناس في ناس بتعرف اللغه دي. ده المكتشف يعني. from لوك ماهون، مش عارفه اقرا الخط. with best wishes for your great discovery I am wishing I was Egyptianisty. ايه اللي Egyptianisty دي؟ like you I am ايه؟ I am now. ماشي. perhaps I will be the one whom I am grown up. I love all about ده هو صغير. لا ماشي، مش مهم. هو غالبا الشخص ده. متعرفش تكتب انجلش انت؟ متعرفش. هو ده كمان هو ده. احنا غلطتنا الوحيده ان احنا ما جبناش ميه ولا حاجه نتمشى ناكلها، فتعبانين قوي دلوقتي. بس انا دخلت في مكان
ثانية هقرا لكم. ضمان نجاة الملك في الحياة الآخرة. يا جماعة ليه الكفر ده؟ بخلاف توت عنخ آمون لم يدفن بسونس الأول. ايه بسونس الأول ده؟ مخدناهوش إلا مع المقتنيات التي كانت ضرورية لنجاته في الحياة الآخرة، وأسلحة بقى وكده وحاجات دي مش عارف، وأكيد مية وحاجات كده. استغفر الله. دول بطاطس الصوابع. انا كنت فاكراه اللي هو بتاع طرف صناعي، بس هو طلع اكسسوارز ان هم يحطوا حد ايديهم. اهم حاجه ان اجدادنا كانوا بيلبسوا الحاجات التقيله قوي دي، واحنا جايين لهم بكروكس. تمام. ده حرفيا دي اكيد ما كانتش بتتلبس. تفتكر كانوا بيحطوها على الوسط؟ قلاده عزيمه من اللازوم. دي كولاده يعني كانوا بيلبسوها حوالين رقبتهم يا عيني. والله حياتهم كانت صعبه بجد. والله. واحنا كمان والله يعني فاهماك. حاسه ان انا في الحرب العالميه الثالثه. من ظهري كده هما مبهورين وكده، واحنا قاعدين هنا، احنا بنبات هنا، احنا كل يوم بنشوف اجدادنا. ده بيت الاصل. تعالوا اوريكم. انا مش فاهمه هما مبهورين ليه يعني. عادي يعني، تعالوا يا جماعه، حاجه عاديه جدا. يلا تور في غرفتي. تور ان ماي روم. بصوا انا هنا ده مكاني دايما، على طول بحب اقعد هنا وانا بقرا كتاب. فهنا هنحط السفره اصلا. يعني هنا مكان السفره. هنا كده جنب جدي هنا هنروح حاطين كده كنبه عشان نقعد نقرا. لا انا هنا السفره. لا نقعد عشان نقرا كتاب جنب الجدود. الحرف ال كده، نقعد هنا كده نقرا كتاب. صغيره مصطبه كده. ايوه صح. وبعدين بقى هنكمل لكم بقى بقيه التور. هنا طبعا جدنا دير ميه عشان نشرب منه ميه. على روح على روح جده هنا. لقينا ابو الهول بس قطه ولا ارنب. هو ايه الودان دي؟ هو من امتى ابو الهول عنده ودان؟ هو ليه مكشر كمان؟ ابو الهول في الطبيعي مش بيبقى مكشر. هما ليه كان عندهم الحاجات دي زمان يعني؟ ليه كانوا بيفكروا في ايه وهما بيعملوا المنظر ده؟ ايه ده؟ حلو قوي ان هم عاملين لغه برايل. واو. مش عارفه ليه المصريين زمان كانوا مكشرين يعني، ما عندهمش اي تمثال من ده شكل واحد بيشرب سجاير اصلا. والله بيشرب سجاير. حاسه ان دي عنصريه. شايفين يا جماعه السجاير بتعمل فيكم ايه؟ ما تشربوش سجاير بقى، انتوا اول مخدرات. حتى بصي عنده حاجات على كتفه، ده المفروض ان هو اسد او نمر او كده يعني، وعنده كوليه على اللحم.